السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم ومساكم أعزائي المتابعين في كل حتة وفي كل مكان. كاميرتين، سيت اب جديد، طاولة جديدة، كل شيء جديد، واليوم ياكم في مقطع أكل جديد. وبما أن المقطع مال التشيتوس بيتزا عجبكم وايد وكان في تفاعل، فقررت أني أقول لكم شنو اسم المطعم وراح أطلب منه أكلة جديدة، واللي هي باستا مع تشيتوس. اليوم أنا جايب لكم من نفس المطعم ولكن شيء ثاني اسمه تشيتوس باستا. وقلت خلنا أجرب الكورن، عندهم ذرة في بتر واللي هو زبدة وبهارات، مو متأكد منه بس شفت إنه شكله يشوق فقلت إنه لازم أطلبه. قبل لا أبلش في المقطع بس حبيت أقول لكم اسم المطعم، لأن وايد ناس كانوا يسألوني من وين وش اسمه وهل متوفر في الرياض وهل متوفر في البحرين وغيره. المطعم اسمه فريم FRAME. طلبتها من كارج. اوكي. واو يا جماعة، باستا معاها تشيتوس. واو، ما ادري راح يبين ولا لا، لازم يسوي فوكس. الاضاءة وايد قوية، يمكن مو مسوي فوكس، ولكن هذا باستا معاه تشيتوس. الطبق الثاني ذرة، اتوقع عليه تشيز وكذا شغله ما ادري شنو هم بالضبط، ولكن الزبده منهم. شكله وايد يشوق. يلا نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وايد سبايسي، وايد مو شوي. ما قدرت اتحمل.
الذرة لذيذ، وايد طعمه حلو، مع اني انا امنته فان اوف الذرة الا لو كان متقطع شردد، بس هذا وايد حلو. يلا بقى شوي. آخر لقمة. الحمد لله. للأمانة الباستا وايد حلوة، الذرة أحلى، بس شوية سبايسي، وأنا ما أتحمل السبايسي وايد، وعندي قولون يعني عادي الحين عوار لأسبوعين قدام، لأني بعد ما كلت البيتزا حاشني عوار بطن بدون أي مبالغة 5 أو 6 أيام ورا بعض، عوار قوي لأني كلت سبايسي، وأنا ممنوع إني أكل سبايسي، والحين كلت بعد مرة سبايسي فراح أتحسف. عموما الحمد لله على هذه النعمة، الأكل كان وايد حلو. اسم المطعم فريم حق الناس اللي راح تسأل، وشكرا على متابعتكم، وإن شاء الله الفيديو هذا عجبكم، وإذا حابين أكثر من هالنوع من المقاطع لا تنسون تدعموني بلايك وتشتركون بالقناة، وأهم شيء تكتبوا لي تعليق تحت بأسامي مطاعم تبوني أجربها أو أسامي أكلات علشان أسوي مقطع عليها. هذا كان كل شيء، أشوفكم إن شاء الله في المقاطع القادمة. Peace.